هذا ويبحث المنتخب المصري عن انتصاره الثالث تواليا والعلامة الكاملة حين يواجه أنغولا في ختام مباريات المجموعة الثالثة بمدينة أكادير. موفدنا عمرو فهمي والتفاصيل. ضمان التأهل والصدارة لا يعني التراخي، شعار يرفعه المنتخب المصري قبل مواجهة أنغولا في ختام مبارياته بالدور الأول، فالأهداف تتعدد خلال المباراة ما بين مواصلة سلسلة الانتصارات وبلوغ الرصيد الأقصى للنقاط، وكذلك منح الفرصة للعناصر التي لم تتح لها المشاركة في أول جولتين أو شاركت لعدد محدود من الدقائق، فتجنب الخسارة مطلوب بقوة، لأن أي نتيجة غير إيجابية قد تؤدي إلى هزة نفسية قبل خوض غمار المراحل الإقصائية. مفيش فرقة سهلة، مفيش منتخب بالذات في أفريقيا، لأن أفريقيا تتطور بشكل كبير جدا نتيجة الاحتراف الخارجي للاعبين الأفارقة في أوروبا وفي كل مختلف دوريات العالم، حتى بما فيهم الدوريات العربية. يعني أقل محترفين، يعني لو كانش في أوروبا دي في دول عربية محترمة اللي دورياتها قوية. فأنا شايف إن مفيش فرقة سهلة خالص. يعني أنت اتلعب دلوقتي ماتشين في كل مجموعة، حد يقول لي أنهي فريق ضعيف؟ أنغولا في المقابل جمعت نقطة وحيدة من